السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبي قناة شيوات فاتحة مرحبا وألف مرحبا ومرحبا بالناس الجداد. طبعا اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد تحلية كتجي خفيفة وسهلة وصحية ورمشتين توجد. في الأول عندنا الفلون كراميل. ندير هذا الفلون، المهم غادي ناخذ منه تقريبا 2 معالق كبار عامرين. كاين الحليب كامل الدسم، يعني اونتي نص لتر واحد. كاين الزا للتنسيم باش نسمو. كاين واحد الفلون كراميل، وكاين 2 بنانات او المهم يبقى حسب الرغبه. كاين واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا. كاين شويه ديال المكسرات، طبعا المكسرات يبقاو اختياريين. هنايا عندي شويه ديال البيستاش، شويه ديال البندق، شويه ديال الكاوكاو، شويه ديال اللوز والاكاجو، المهم غير شويه يعني اللي كان عندي. وهنايا هذا دبس التمر. دبس التمر هذا ديجا خدمته معكم هذه تقريبا عام ونص، وباقي عندي الحمد لله، يعني باقي عاد نستعمل به، نخليه غير التحليات. شفتوا ما شاء الله باقي هو باقي لتحت عاقد، حيت يعقد دايرته في الثلاجه. شفتوا ما شاء الله، راه عندي في القناه نتاعي غادي نحط لكم في صندوق الوصف. طبعا اللي ما عندوش دبس التمر يقدر يعوض بالتمر او يعوض بالسكر، المهم اما السكر الاسمر ولا السكر العادي. نمشيو لطريقه العمل بحول الله وفرجه ممتعه. غادي ناخدو البنان كما راكم تشوفوا، غادي نقطعوه. انا درت 2 بنانات او تقدروا ديروا غير وحده. نزيد شويه ديال الحليب، ما نكثروش الحليب باش يتطحن لنا مزيان. من بعد ما طحناه هنايا غادي نصفيوه باش ما يبقاش فيه داك الفراتس، باش ما من نديروه يجينا رطب ويجينا زوين، تجينا التحليه زوينه. من بعد هنا عاد غادي نزيد داك الحليب اللي بقى. من بعد نزيدو هنايا ارزل التنسيم باش نسمو، طبعا راه منسم مزيان. نزيدو مايزينا، ونزيدو هنا اللي بغى يدير غير فلون كراميل يدير، ولكن نديرو يعني راه منسم مزيان، نديرو غير 2 مع ارزل التنسيم مع مايزينا غادي تجي هذاك هو. ونزيدو هنا دبس التمر كما قلت لكم، اللي ما عندوش دبس التمر يدير اما التمر يطحنو مع هذاك مع البنان، او يدير السكر عادي. من بعد فوق النار حتى يعقد. وهنايا نديرو نحمرو هذاك المكسرات. وهنايا غادي نشد هذاك الفلون، غادي نديرو مزيان، طحنوه مزيان حيت ما يبغيش يدير يتطحن غير باليد، يعني بحال يدير الفراتس. وهنا غادي نقطعوا هاد المكسرات غير بالموس، يعني غير نهرمشوهم. وهنا جبت شويه ديال السيريال ديال الشوفان مخلط مع الفواكه الجافه. من بعد ما كما راكم تشوفوا عقد هذاك، حتى يعني بقى يغلي شويه عقد. من بعد غادي نخلطوا معاه الفلون كراميل. يا سلام، النسمه نتاعو طالحه غزاله ما شاء الله. هنا غادي نعمروه اما في غراف اما في شي حاجه اللي غادي نقدروا نكبوا بها. هنا غادي ندير في كيسان، طبعا الكيسان يبقاو من الاحسن نديرو غير في لي فيغين. هنا غادي ندير غير نص نص. من بعد ندير المكسرات وهذاك الشوفان المحمر. من بعد نزيد فوقه شويه ديال البنان. تخيلوا معايا يعني هاد التحليه تكون صحيه غزاله هكا السحور. ونزيدو الباقي ديال هذاك الخليط صافي هكا، وندخلوها للثلاجه تشد راسها. وهنا نمشيو نخدمو هذيك اللي تجي من الفوق. خديت شويه ديال الزبده، شويه ديال السكر حتى دابو مزيان ويتكراميليزاو. غادي ندير فيه شويه ديال البنان، واحد بنانه ونص ولا غير بنانه وحده تكفي. هنايا من بعد ما بقى يتحمر البنان درت فيه شويه ديال هذاك باش يعطيني اللون زوين، دبس التمر. ونزيد هنايا كذلك المكسرات. من بعد نديرهم الفوق كتزيين او ك يعني
تكمله التحليه نديروها فوقها، من بعد ندخلوها للثلاجه. طبعا الوقيته اللي تبغيوها تاخذوها، كتجي صحيه ما شاء الله. زينتها بشويه ديال المكسرات وشويه ديال التوت الازرق والاحمر. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتعتمدوها في طيله هذا الشهر رمضان الكريم. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنسونيش دائما بالدعم، وغادي نوريها لكم هنايا كما راكم تشوفوا. حيت منها غير شويه، يعني هذا الشيء في النهار، يعني غير وريت لكم كيفاش جاء من الداخل. نتمنى ان شاء الله تابعوني، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله. مع السلامه.